كده شغاله تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ وحشني جدا جدا جدا. طمنين عليكم، كله تمام يا رب كله تمام. فيديو جديد وفيديو بيتبع الفيديو اللي فات اللي انا نزلته وهو على ابلكيشن تيمو. وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على ازاي نقدم في ابلكيشن تيمو او نسجل دخول ونعمل اوردر من عليه والكلام ده كله. طيب الفكره دلوقتي النهارده في شخص بعت لي، طبعا احمد بيه، بيقول لي ايه، بقول لك ايه، ما تعمل فيديو للاسترجاع وغلاوه امك وان شاء الله هتتشير والناس هتعمل لايك وشير. طب يا رب يا احمد والله يعني لو فعلا تمام، فما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل. فالنهارده هنعمل حاجه اسمها الفيديو الاسترجاع من على ابلكيشن تيمو. ايه ده استرجاع وابلكيشن وتيمو؟ هو في على تيمو استرجاع؟ في على تيمو استرجاع. ما هو ما ينفعش ان انت تجيب اوردر من عليه ويطلع تالف مثلا وتلبس فيه، لا هم هنا حافظين لك حقوقك كويس جدا. فكرة كمان ان انت مش مجرد ان انت بتشتري وخلاص، لا ده انت عندك كمان ان انت تقدر تسترجع حاجه اسمها استرجاع جزئي وحاجه اسمها استرجاع كلي. طيب ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم باندا؟ خلينا نشوف النهارده بقى في الفيديو بتاعنا ايه هو الكلام ده وازاي بنعمله والشرح بتاعه ايه. فما تنساش طبعا تتابعني للاخر، ولو وصلت للفيديو للاخر اعمل الكومنت بتاعك الحلو وقول لي انت عايز ايه وانا عنيا ليك يا عم الحاج. ويلا بينا نبدا الفيديو معاكم. اول حاجه خالص هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خالص هنخش على ابلكيشن تيمو. هندخل عندنا في 5 فئات تحت. ال5 فئات دي بتقول عندنا حاجه اسمها حسابي، بتدوس على حسابي وهتلاقي المنتجات قدامك اهي، وفي تحت حاجه اسمها استرجاع واسترداد. طيب فكره الارجاع والاسترداد هندوس عليها، هيطلع لنا زي لافته تمام، واللافته دي بتقول هل استلمت الحسبه؟ تمام استلمت. بيطلع لك كل المنتجات بتاعتنا. المنتجات بقى الفكره كلها ان انت بتختار منتج من المنتجات. انا كان عندي المنتج الجراب ده، وطبعا عشان عملت له استرجاع جزئي وهفهمكم يعني ايه برضه استرجاع جزئي. فالفكره كلها انت بتختار المنتج بتاعك، وزي مثلا هنختار المنتج ده لان انا ده ما عملتوش استرجاع لسه. طبعا بنختار سبب الاعاده، انت ليه عايز تعمل له استرجاع. فاحنا بنكتب مثلا وصف غير دقيق للموقع الالكتروني، اللي هو مثلا انا قريت حاجه وجالي حاجه تانية خالص زي الجراب كده بالظبط. فاحنا بنيجي تحت لا زلت اريد ارجاعه، لا زلت اريد ارجاعه. طبعا بنقرا برضو كل حاجه بالتفصيل. هنا بترفع صوره او فيديو، لازم ترفع صوره او فيديو عشان تعرف او تعرف الابلكيشن ان انت عندك دليل على هذا الكلام. طيب طبعا في حاجه اسمها صفر المشكله المتعلقه بالمنتج، وتكتب طبعا فيها المنتج غير مشابه للوصف مثلا او للمواصفات. اوكي، بعدين على طول بننزل تحت كده هنلاقي في حاجه اسمها الخطوه التاليه. بندوس على الخطوه التاليه، وبعد ما الخطوه التاليه بيطلع لك زي ما انت شايف تاكيد والخطوه التاليه سبب الارجاع المتعلق، انت كاتب وكل حاجه. هنا بقى بنيجي نعمل زي ستوب كده. عندك حاجه هنا، عندك حاجتين. ايه هما الحاجتين بقى؟ اول حاجه خالص حاجه اسمها قبول استرداد جزئي، وده اللي انا قلت عليه في اول الفيديو، وهو ان انت يبقى معاك جزء من الفلوس وانت تقدر تتصرف في المنتج بتاعك. يعني معاك منتجك مفيش مشكله، ولكن الموضوع كله في ان انت بيديك جزء من فلوس ايا كان بقى، تمن الفلوس تلت الفلوس، بص هي ليها حسبه معينه يعني. بعدين على طول في حاجه تحت الاسترجاع الكلي. طيب ايه هو الاسترجاع الكلي؟ الاسترجاع الكلي ان انت كل اللي عليك ان انت بترجع المنتج كامل متكامل وبتاخد فلوسك كامله متكامله. طيب بس الفكره ثانيه هقول تاني، الاسترجاع الجزئي كل الموضوع ان هو بيديك المنتج خده مش عايزه خليه معاك، وانا هديك يعني حته من الفلوس بتاعتك اللي انت دفعتها. طبعا هي دي كويسه بالنسبه للناس ممكن تعرف ان هي تبيع الحاجه دي او ان هي خلاص تصلح الحاجه دي مفيش مشكله، ومعاك برضو جزء من الفلوس. الابلكيشن ما تضحكش عليك في حاجه، فهنا رقم واحد معامل امان كويس جدا. طيب نيجي للجزء الثاني وهو الاسترجاع الكامل. طب ايه هو الاسترجاع الكامل؟ هو فكرته يعني هي مش صعبه قوي، ولكن هتبقى سهله بالنسبه للي يفهمها، وانا هفهمها لكم عشان لو حد حب يسترجع حاجه من عنده ما يقلقش خالص وياخد باله بس في حاجه واحده. ايه هي بقى؟ اول حاجه خالص بان انت كل الموضوع ان انت في حاجه اسمها ارسال بنفسك. طب ايه ارسال بنفسك ده؟ فكره الارسال بنفسك ان هو ان انت اول ما بتتمم العمليه في بتاعه الاسترجاع الكامل
كل اللي عليك ان انت الارسال بنفسك بتختارها، وبعد كده بتختار حاجه اسمها الاستلام في ثواني في فحص المرتجع واصداره. الرصيد الائتمان على تيمو زي ما انا قلت لك بينزل لك على الكاش بتاع تيمو او رصيد تيمو، لو حبيت تعمل اوردر بيسحب منه، وبعد كده بيسحب الباقي من الفيزا بتاعتك اللي انت كده كده حاططها. وطبعا لو مش عارف ان احنا ازاي بنحط فيزا على الابلكيشن، فانت ارجع برضه للفيديو الاولاني هتلاقيه انا شارح ازاي بتحط الفيزا بتاعتك، وطبعا هحط لكم الفيديو في الاي فوق هنا او هنا على حسب ما تلاقوه يعني خلاص، وممكن احط لكم في اول تعليق. طيب نرجع تاني في حاجه تانيه اسمها الاستلام على الفيزا بقى. ممكن ترجع لك زي ما بيقولوا كده، يرجع لك كاش باك على الفيزا بتاعتك بس المشتريات ايه المبلغ بتاعك، ترجعه على الكاش بتاع التيمو بتاع الابلكيشن ولا يرجع لك على الفيزا. طيب فكره الاسترجاع بقى انا هقول لك، طبعا انا ما رضيتش ادوس عشان ما هيدخلني في قصه تانيه خالص. طيب الموضوع فيه ان انت لما بتعمل استرجاع كل الفكره وهي ان انت بيجي لك اول ما بتعمل تمام وبتاكد العمليه، بيجي لك اسم شركه الشحن اللي انت هتتعامل معاها، وبيديك رقم المندوب وبيديك اسم المندوب كمان. كل اللي عليك ان انت بترفع تليفونك وبتتصل عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز ارجع شحنه من تيمو. طيب ايه الفكره هنا بقى؟ الفكره هنا ان انت للاسف ممكن وهي حظوظ الصراحه، او ما اعرفش برضه ماليش علم قوي بيها، ولكن على ما اعتقد وهي ان انت بتدفع ثمن الشحن بتاعك. يعني ايه الشحن بتاعك؟ يعني مثلا ممكن يجي لك ياخده من غير فلوس، ممكن، انا بقول ممكن برضه عشان الناس ما تقوليش او الناس تتريق عليا تقول لي يا عم انت بتقول معلومات غلط. انا بقول لك ممكن، انا ما اعرفش، ما تعاملتش بهذا الموضوع. وفي اكيد وهو ان انت بتدفع رسوم التوصيل بتاعتك بتاعت الشحن. فكده معاك ان انت تقدر تسترجع المنتج كامل ويرجع لك فلوسك كامله، ومعاك برضو ان انت تقدر تخلي المنتج معاك وتتصرف فيه، او ممكن تصلحه وتاخد جزء من الفلوس. وبكده يكون احنا عملنا عمليه الاسترجاع بتاعتنا وكل حاجه في منتهى الامان، وده تاني امان معايا. وطبعا احكي لكم عن ان انا فعلا حرفيا حاطط لكم برضو صور ان انا استرجعت جزء من الفلوس، بس يا رب يكون الصور لسه زي ما هي موجوده. ولو ما حطيتش انا بقول لكم اهو انا استرجعت جزء من الفلوس، وعرفت ان انا اتصرف في المنتج بتاعي وهو الجراب اللي انا وريته لكم في اول الفيديو ده. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو الاسترجاع. فيديو سهل جدا، كلام سهل جدا بسيط. الاسترجاع ما فيهوش اي قلق. ما تقلقش من ان انت ممكن تشتري حاجه وتخاف ايه ده، لا طب انا هرجع ازاي، طب انا مش عارف، لا هترجع عادي جدا، ما تخافش من حاجه، اشتري وتعامل وكله تمام. برضو في معلومه مهمه جدا احب اقولها لكم، وهي ان للاسف لازم اوردرك يوصل 1000 جنيه. للاسف الاوردر لازم يوصل 1000 جنيه، يعني لازم عشان تطلب من تيمو هنا في مصر لازم اوردرك يبقى 1000 جنيه صافي بس. فطبعا احب اشكركم جدا على، لو انت وصلت، طبعا انا اسف قبل ما اودعكم كده، لو انت وصلت معايا للفيديو لحد هنا اعمل لايك او اعمل كومنت حلو كده، قول لي يا باندا عظمه او عظمه يا باندا، ايهما اقرب ليك تقدر تكتبه، او حط قلب يا عم، حط قلب وكومنت قلب. تمام. وبكده هكون خلصت معاك فيديو الاسترجاع من على تيمو، واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب تكونوا بخير. وادعوا لنا طبعا، ومعلش لتاني مره انا اسف على اللوكيشن اللي انا قاعد فيه، ان شاء الله بنجدد وهنظبط وبتاع، بس ربنا يكرم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامه، باي.